بعيدا عن كأس العالم وبعيدا عن بطل كأس العالم لنسخة 2026. الحقيقة كأس العالم ده تحديدا هذه النسخة كانت بعنوان سقوط ميسي. ميسي في الحقيقة يعني معروف طبعا هو أسطورة من أساطير الرياضة الأرجنتينية بل والعالمية، وسجل كل الأرقام القياسية اللي ممكن يعني. ولكن السقوط في الحقيقة هنا مش بنتكلم على السقوط الرياضي فحسب، بنتكلم على السقوط الأخلاقي والإنساني. كان من أفضل ما حدث في نسخة 2026 في هذه النسخة الحالية، بعيدا بقى عن التفوق الأرجنتيني أو اللي حصل والماتشات اللي كسرت الدنيا، وطبعا ماتش مصر اللي عمل قلق في الدنيا كلها، إنما يبقى حضرتك واحد من أهم معالم انتصار القضية الإنسانية هي سقوط ميسي. ميسي سقط إنسانيا وأخلاقيا، مش بس في انحيازات الحكام أو في تمثيله داخل الملعب، لا أنا برضو مش بتكلم على المستطيل الأخضر، أنا بتكلم على المستطيل الإنسانية والبشرية والأخلاق. ميسي معروف أنه صهيوني حتى النخاع. ميسي اللي كان بيشجعه ودعمه هم معظمهم من الصهاينة الموجودين سواء في تل أبيب فلسطين المحتلة أو في العالم. يعني تخيلوا حضراتكم مثلا اما يكون المجرم الحرب نتنياهو هو وبن غفير وسموتريتش ومجرمين الإبادة الجماعية المسؤولين عن دماء الكثير من أهل فلسطين، هم النهاردة اللي بيدعموا ميسي ودعموا الأرجنتين. ويا سلام على الموقف اللي كان طول المنافسة من أول بداية تصفيات كأس العالم. فالنهاردة حضرتك أنا مش بتكلم على سقوط ميسي رياضيا، يكفينا سقوط ميسي اخلاقيا وتجريده من المصداقيه، وان هو لاعب بياخد كل حاجه يعني بحقه وطبيعته. لا، المره دي كان في محاباه في الفيفا، محاباه في التحكيم. المره دي كان واضح جدا وضوح الشمس الفرق ما بين انك تدعم لاعب اسطوره في الملعب ان انت بتشجعه بتحبه، وفي فرق بين انت ساعتك النهارده انه بيحمل قضيه لا اخلاقيه وقضيه لا انسانيه. فانت بالتالي النهارده انت معظم الناس تراجعت عن هذا. ليه؟ طبعا في مصر، في المنطقه العربيه، في العالم كله كانت هنا حاضره القضيه الفلسطينيه، كانت هنا حاضره اسرائيل والاباده الجماعيه. وعشان كده حضراتكم احنا شايفين ان سقوط ميسي ليس سقوط رياضي ولا فحسب، ولكن سقوط اخلاقي كبير وسقوط انساني. وبالتالي ايا كان بقى يعني ميسي عمل ارقام في كاس العالم في هذه النسخه، يبقى ان الاول مره ان تجد هناك شبه اجماع في العالم كله على كراهيه ميسي وكراهيه منتخب الارجنتين، وعلى الموقف اللي الرئيس الارجنتيني الداعم دائما للقتل والتدمير والاباده هناك في غزه، وعن التحالف الوثيق ما بين الارجنتين وما بين اسرائيل. طبعا في الحقيقه حضراتكم هنا يعني هنتكلم كتير الفتره الجايه عن بعض المظاهر التي كانت في نسخة كأس العالم 2026، ولعل يعني أهمها اللي هو تسييس الرياضة، عشان ما حدش يقول لك إن هناك فصل ما بين الرياضة والسياسة. لا، هنا الفيفا والاتحاد الدولي لكرة القدم واللي شفناه في الملاعب، لا ده في سياسة. السياسة حاضرة وبقوة. ما فيش بعد أكبر رئيس في العالم لأمريكا يتصل بتليفون لإنفانتينو رئيس الفيفا علشان يلغي كارت أحمر. شفنا الانحيازات الحكام المختلفة تجاه فرق بعينها، تحديدا حضراتكم الفرق كانت تلعب باسم الكرة الإفريقية 10 فرق ما نجت ولا واحدة منها من مذبحة التحكيم. هنتكلم في السياسة، إنما عايز أقول في الحقيقة إن أيا كانت هذه النسخة لكأس العالم 2026 يبقى من أهم ما فعلته وأحرزته وانتصرت فيه هذه النسخة هي إسقاط ميسي وسقوط ميسي الأخلاقي والإنساني. لأن هو دايما انتوا عارفين حضراتكم بيشايع القضية الصهيونية، دايما وأبدا هو صديق شخصي لنتنياهو. هو يعني في البدء والنهاية انضم إلى فريق اللي هو الفريق الأرجنتين، وأصبح رئيس الدولة بالفريق كله، بيشايع تل أبيب وجمهوره في تل أبيب، والذي يريد أن يفوز بكأس العالم كانت هي تل أبيب. فبالتالي احنا امام قضية اخلاقية وقضية انسانية. انا حبيت بس ان انا اسجل هذا الفيديو، لان في الحقيقة احنا الرياضة الاول مرة تخرج من الملعب والمدرجات تخرج الى السياسة.
شفنا مظاهر سياسية كتيرة في هذا الموضوع. شفنا حضراتكم ازاي ان منتخب الارجنتين نفسه بعد ما هزم انجلترا في دور الاربعة، دور قبل النهائي، رفع العلامة الكبيرة اللي بيقول فيها ان فوكلاند، الجزيرة المختلف عليها ما بين انجلترا والتي قامت بينها فيها عليها حرب في الثمانينات، انها انجليزية. شفنا ازاي حضراتكم يشيعون القضايا السياسية بشكل واضح. شفنا قضية فلسطين لما جه الكابتن حسام حسن رفع علم فلسطين، ازاي العالم كله تفاعل معه ايجابا، وازاي ان هناك العدو الاسرائيلي ازاي ان هو ايضا كان له موقف كبير، ويعني ضد طبعا حسام حسن والحملة الهجومية عليه. اذا الرياضة لا تنفصل عن السياسة، ده مجمل القول. على كل انا يعني شخصيا فرحان بين النسخة دي، نسخة 2026، ان يكون عنوانها الابرز هي سقوط ميسي، سقوط اخلاقي وانساني، وطالما كان يسبق اي انتصار رياضي. السلام عليكم.